هلا يا شباب، ايه الاخبار؟ وانا رايح مشوار كده قلت اعمل زي لايف كده اتكلم فيه عن ايه هي السكيلز اللي لازم تكون متوفرة في متخصص الاس او. ايه هي السكيلز اللي لازم تكون متوفرة في متخصص الاس او؟ ولان متخصص انا بس كنت عايز اعرف اذا كنت سامعني ولا مش سامعني يعني، فده حاجه مهمه لان انا بره يعني. متخصص الاس او في بتاع 5-6 صفات لازم يكونوا فيه، او 5-6 سكيلز كده لازم تكون السكيلز دي متوفره فيه. شوف برضو احنا بنتفرج كده على المنظر برضو الجميل ده. اول حاجه مع بعض لازم يكون فاهم بيزنس. البرج ده اللي انا ساكن فيه، حرام نقول عليه برج يعني، خلاص يلا. اول حاجه يكون فاهم بيزنس كويس. فاهم بيزنس قلتها قبل كده، انك لازم تكون عارف ايه هي اهداف البيزنس والاهداف اللي عايز يحققها صاحب المشروع او صاحب الويب سايت. فانا لما اكون فاهم بيزنس وفاهم ازاي احقق له الاهداف دي مهاره او سكيل مهمه جدا. احنا ضروري ان احنا تكون متوفره في متخصص الاس يو. يبقى فاهم سيلز كويس. تاني حاجه فاهم ماركتنج كويس. فاهم ماركتنج لان الاس او جزء لا يتجزأ من الماركتنج. يعني مش الاس او حاجه والماركتنج حاجه، لا، ده هو جزء من الماركتنج او من عمليه التسويق بشكل عام، اللي هي برضو بتبقى فيها بيبقى فيها السوشيال ميديا، الاعلانات الى اخره من الامور دي. تمام. فاحنا هنا لازم يبقى فاهم بيزنس كويس، لازم يبقى فاهم ماركتنج كويس. صباح الفل. لازم يبقى فاهم ماركتنج كويس. طيب، والماركتنج لان انت بتشتغل ضمن اطار او ضمن عمليه تسويق، فانت جزء منها. فلما اكون فاهم العمليه كلها ده مهم جدا. يبقى اول حاجه فاهم بيزنس كويس. تاني حاجه فاهم ماركتنج كويس، ماركتنج بشكل عام. تالت حاجه ان انا ابقى فاهم كونتنت كويس. كونتنت انا مش شرط ابقى كاتب مقالات، يعني انت مش شرط تبقى كاتب محتوى كمتخصص اس او، مش شرط يبقى انت كاتب محتوى خلاص، لا، ولكن انت فاهم الكونتنت كويس. فاهم مثلا في قاعده في الكتابه بالنسبه للعناوين اسمها قاعده الفور يو، ان العنوان يكون يونيك، يكون التر سبيسيفيك، يكون ارجنسي، ويكون يوسفول. فانا فاهم ازاي اختار العنوان الصح، فاهم ازاي اكتب الموضوع بشكل كويس، فاهم قواعد الريدابيليتي، قابليه للقراءه والموضوع يتقري، فاهم ايه افضل كول تو اكشن. يبقى ده جزء خاص بالكونتنت. انا ببقى فاهم كونتنت بشكله العام، مش شرط ابقى كاتب محتوى، لكن اقدر اراجع اي كونتنت واعرف اظبطه يكون متوافق مع الاس يو. يبقى اول حاجه يبقى فاهم بيزنس كويس. تاني حاجه فاهم ماركتنج كويس. تالت سكيل يكون فاهم كونتنت كويس. رابع حاجه يكون فاهم برمجه كويس. وبرضه ده مش معناه ان انت تبقى مبرمج. انا ما بقولش ان انت متخصص الاس او يكون مبرمج، ولكن بقول ان انت على الاقل تعرف تتعامل مع اكواد الميتا تاجز، وتعرف تتعامل مع الاستراكشر داتا، تعرف تتعامل مع اي اكواد له علاقه بالاس او. انا مش ببقى مبرمج، ولكن ببقى فاهم البرمجه، او ببقى فاهم الموقع شغال ازاي، وازاي استخدم بعض الاكواد لتحسين النتائج بتاعتي. يبقى اول حاجه لما احنا طول الوقت هراجع عشان يبقى احنا مركزين مع بعض. اول حاجه ابقى اولا بتكلم عن ايه هي السكيلز اللي لازم تكون متوفره في متخصص الاس او. قلنا اول حاجه يكون فاهم بيزنس كويس. تاني حاجه يكون فاهم ماركتنج كويس. تالت حاجه يكون فاهم كونتنت كويس. رابع ما اعرفش القطع
خلاص. يبقى يكون فاهم كونتنت كويس، يكون فاهم بيزنس كويس، يكون فاهم ماركتنج كويس، ويكون فاهم برمجه كويس. هضطر ان انا اقفل اللايف ده، وبعد كده هبقى اعمل لكم لايف تاني، بس في حد بيرن عليا يعني موضوع مهم. باي.